ابوي زعلان ليه؟ لا مفيش يا ماجد، شويه مشاكل في الشغل. طيب ما تحكي لنا حاجه يا ابويا تضحكنا وتطلعنا من الهم اللي انت فيه ده. يا اخي البعيد غبي وما بيفهمش. ليه كده يا ابوي؟ يعني انا تعبان ومخنوق عندي مشاكل في الشغل وانت تقول لي احكي لي وضحكني؟ يا اخي اروح منك فين؟ لا اسيب لك البيت وامشي. بص بور من وشي. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. خلاص ما تزعلش نفسك، انا هخلي عم فالح يحكي لنا. عم فالح احكي لنا حاجه الله يبارك لك، خليك تطلعنا من الهم اللي احنا فيه ده. بس يا ماجد اسكت، اديك شايف ابوك زعلان. لا معلش يا عم فالح، احكي عشان نطلعه من الهم اللي هو فيه بدل النكد اللي انت شايفه ده. حاضر هحكي لك حاجه انا شفتها من يومين. في ست عندها 100 سنه جابها مذيع على التلفزيون بيهنيها على وصولها ل 100 سنه وسالها احكي لنا على موقف محرج حصل معاك. الست قالت له انا كنت في مره راكبه اتوبيس ورايحه مشوار وانا ماشيه كان الهواء شديد وانا لابسه فستان، فالفستان اترفع لفوق وانا حاطه ايدي على الطاقيه اللي فوق راسي وفي شاب قاعد قدامي فقال لي يا ست يا ست لو سمحت امسكي الفستان وسيب الطاقيه عشان الفستان اترفع وفي حاجات هتبان. قالت له اللي يبان يبان، اللي هتشوفه من تحت الفستان ده عمره 100 سنه، لكن لو سبت الطاقيه هتفر والطاقيه لسه جديده. ايه رايك؟ حلو صح؟ ما تضحك يا اخي، يعني ما ينفعش من غير ضرب يا ابوي. ما تضحك يا اخي، خلي المشاهدين يضحكوا ويعملوا متابعه للصفحه بتاعتنا. اهو يا ابوي. اسكت يا اخي فضحتنا يخرب بيتك.